هل من المعقول أن هيئة الانتخابات ستقوم برصد التغطية الإعلامية؟ هذا يعد معناها توجه خاطئ وخطير بالفعل، لأنه عملية رصد الحملة وتغطية الحملة راهو فيه يتطلب خبرة وخبراء وتقنيات وتقنيات معلوماتية، ومعناها مش سهل أنه في بعض الأيام احنا مش نتجهوا للقضاء بطريقة استعجالية القرار هذا، لأنه يهدد بنسف كل المسار الانتخابي، وهذا خطير. معناها بالنسبة لنا نحن كهيئة مع الأسف كان من المفروض أن نوصل يعني معناها توافق في الموضوع هذا وتترى سيفري فما اختلافات، لكن كان بودنا أن ما توصلش للحد هذا الاختلافات هذه. و أنا عندي علاقات طيبة برئيس الهيئة وبأعضائها هيئة الانتخابات، ما عندناش حتى إشكاليات. صارت هذه افكتيفمون هي ربما فيها غلطة اتصالية اللي هما شرعوا ديجا في مع التلفزة التونسية في وأذنوا بتسجيل التعبير المباشر بدون الحسم الموضوع هذا مع هيئة الاتصال السمع البصري، وهذا ما اعتبره مجلس الهيئة تعديا على حتى مبدأ الفصل 67 للقانون الانتخابي، اللي هم يقولوا هيئة الاتصال السمع البصري مخالفة للفصل هذا، لأنه المبني على التشاور أو التشاور ما صارش، وهذا اللي أدى الحالة هذه الخلاف هذا اللي صار. أما معناه يظهر لي أنه بين مؤسسات خاصة من نوع المؤسسات هذوما الزوز اللي هما عندهم ولاية عامة على سير الانتخابات وضمان شفافيتها اتسيتيرا، من المفروض أنه يقع إيجاد حل وما نوصلوش للتصعيد من النوع هذا. دونك هذه علاش قلنا يلزم بون احنا داير بعثنا برسالة لرئيس الجمهورية